السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لجميع المتتبعين والمتتبعات أينما كانوا. اليوم جبت لكم هاد العملة المغربية اللي كتلاحظوا في الشاشة، وهذه أيضا من أجمل النقود المغربية كما كتلاحظوا، يعني فيها زخرفة رائعة، وهذه من فئة 10 فرنك، وتسمى بالسكة المحمدية الشريفة لأنها أصدرت في عهد السلطان محمد الخامس رحمه الله سنة 1947 ميلادي، الموافق له 1366 هجري. التاريخ اللي مكتوب في هذه العملة هجري. ردوا بالكم، اللي صادف هذه القطعة يعرف قيمتها، لأنها مطلوبة عند هواة جمع المسكوكات وشحيحة، والسعر ديالها الثمن ديالها كيوصل أكثر من 200 يورو. وردوا بالكم، كاين قطعة مشابهة لها ولكن هذه كانت تداولت وموجودة بكثرة وأصدر منها الملايين. تبعوا معايا الفيديو الله يخليكم باش تقدروا تفرقوا ما بين القطعة العادية المتداولة وهذه اللي السعر ديالها كيوصل أكثر من 200 يورو. أول معلومة على هاد جوج القطع النقدية، العادية والمتداولة اللي موجودة بكثرة، وأيضا حتى التجربة اللي قليلة ومطلوبة عند هواة جمع المسكوكات. جوج بيهم من المعدن ديال الكوبري والنيكل، الحجم دائري نفس الحجم، السمك أيضا نفس السمك. باش نقدروا نفرقوا بيناتهم كنمشيو من ظهر العملة، هذا اللي كتلاحظوا في الشاشة. تحت كلمة فرانك بالفرنسية كنلقاو كلمة صغيرة إيساي. إلا لقيتي هاد القطعة ديال 10 فرانك إصدار سنة 1366 هجري وفيها هاد الكلمة صغيرة تحت كلمة فرانك إيساي، فهذه هي اللي قليلة وأصدر منها 1100 نسخة فقط، فلهذا السعر ديالها وصل أكثر من 200 يورو. لأن القطع النقدية ملي كتكون قليلة السعر ديالها كيكون مرتفع، إنما القطعة العادية المتداولة لاحظوا المكان تحت فرانك ما كاينش كلمة إيساي، فهذه أصدر منها 20 مليون نسخة، يعني موجودة بكثرة، يمكن تلقاها بثمن ما بين 1 أورو حتى 5 أورو حسب حالة القطعة، هذا هو الثمن ديالها. فدائما ردوا بالكم، بحثوا في النقود، تمعنوا فيها، ربما تلقاو فيها يعني معلومات أو شي أشياء اللي كترفع القيمة ديال القطعة النقدية عند هواة جمع المسكوكات. كنتمنى تستافدوا من هذه المعلومات، وبالتوفيق للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه.